اعرف ان انا وانا بقرا في النوتس دلوقتي اكتشفت ان انا كان نفسي في اسنان مش بشري. سبحان الله. لو انت طالب ثانويه عامه ففي حاجه حلوه قوي كنت عايز اقول لك عليها. الحاجه ديت هي انك تعيش الثانويه العامه او تعيش السنه دي على انها مغامره او رحله، مش مجرد سنه صعبه او سنه ضغطه انت داخلها وطالع منها تاني، لا، عيشها كانها مغامره، رحله حلوه انت داخلها وطالع منها تاني. ففي حاجه حلوه قوي انا عايزك تعملها وانت في السنه دي. يكون معاك نوتس زي دي مثلا، بتكتب فيها مثلا الحاجات الصعبه اللي عدت معاك، المواقف الصعبه اللي عدت، مشاكل مثلا قابلتك تكتبها وتحاول تحلها، تكتب فيها مثلا حد ساعدك او حد قدم لك نصيحه فهتكتب النصيحه وتكتب تحتها اسمه، تكتب فيها اسماء حد انت ممنون ليهم فعلا بيساعدوك زي والدك او والدتك مثلا، تكتب برضو انت قد ايه انت زعلان او قد ايه انت مبسوط، موقف مثلا خلاك مبسوط فتكتبه، خلاك متضايق وزعلان فبرضه تكتبه. الحاجات دي ممكن تستخف بيها دلوقتي، بس بعدين لما يعدي سنه او اتنين وتيجي تفتح كده الحاجات ديت فتحس ان انت ياه ده انا عديت انجاز كبير، ده انا انجزت، فهتتبسط قوي بالحاجات دي بعدين. فشوف دلوقتي مثلا انا مخلص ثانويه بقالي 3 سنين، بفتح النوتس بتاعتي من يومين كده، فبصراحه اتبسطت قوي. لقيت كلام انا كنت ناسيه، بس لما قريته افتكرت اليوم وافتكرت الموقف اللي حصل فيه الحاجه ديت ففرحت قوي. فانت دلوقتي مش هتستفيد بالنوتس دي في حاجه، بس بعدين هتتبسط قوي بيها وهتستمتع بيها وتعتبر هي ديت الحاجه الوحيده اللي هتفكرك بثانويه عامه وتفكرك بالسنه دي مرت معاك ازاي. اه. مفيش حلاوة من غير نار. ياه، الكلمة دي انا كتبتها والجملة دي انا كتبتها في اول يوم خالص في ثانوية عامة لما كنت بكتب مواعيد الدروس. رحت كاتب كده: مفيش حلاوة من غير نار. اللي هو انت مش هتوصل للحاجة الحلوة اللي انت عايزها او الكلية اللي انت عايزها غير لما تتعب الاول. دي جميلة برضه، وعامة انا عايز اي حد في ثانوية او عامة في حياته يعني يعمل الموضوع ده، اللي هو لو متحير بين حاجتين يقارن بينهم ورقة وقلم عادي ويكتب. يعني مثلا انا كاتب اهوت، ده كانوا 2 مدرسين فيزياء، مدرسين يعني كنت باخد عندهم، كنت باخد عند 2. ف فكنت عايز اسيب واحد فيهم، فقلت اقارن بينهم يعني والاوحش اسيبه. والله الواحد كان دماغ. حتى بص شوف تحت كاتب ايه: الحلم اسنان. يعني فعلا كان نفسي في اسنان والله. يلا الحمد لله لعلها خيرا، لان الكليه اللي انا فيها دي خير يعني ليه. برضو تحت في نصيحه كنت كاتبها ورا مدرس كان بيقولها دايما: اثناء المذاكره ما تدورش على الوقت، بس دور على الكم. شوف انت فهمت قد ايه او اللي انت استوعبته قد ايه، ده اللي انت تدور عليه. دي زي لمحة بسيطة كده عن النوتس فيها ايه يعني. عندك الورقة دي كمان كنت كاتب فيها صراع الأيام، اللي هو كل ما يعدي يوم أشد عليه علامة كده عشان خاطر أفكر نفسي بالأيام وكده، وناخد بالي من وقتي يعني عامة. فدي برضو حاجة حلوة ممكن تعملها تفيدك إن أنت تاخد بالك من وقتك. ياه، المنبه وسنين المنبه. المنبه ده كان كل البيت بيسمعه وأنا الوحيد اللي ما كنتش بسمعه. يعني كل البيت يصحى وأنا الوحيد اللي نايم. يعني انا فاكر والله بابا كان بيصحى من الاوضه التانية، يعني يسمع المنبه وانا في اوضتي فيصحى هو في الاوضه التانية يجي يصحيني ويروح ينام تاني. كان حوار بجد. دي برضه نصيحه كده، كان واحد صاحبي هو في صيدله دلوقتي عامه يعني كان قال لي النصيحه دي. قال لي: خلي تالتة ثانوي دي كانها سلم، بس سلم عالي قوي من 100 دور. ما تاخدش السلم ده يعني ايه، ما تاخدوش بسرعه، اللي هو ما تجريش مثلا في الاول فهتلاقي نفسك تعبت عند الدور السادس فمش هتقدر تكمل. فانت خده واحدة واحدة عشان خاطر تعرف توصل للدور 100. انت لو خدتها واحدة واحدة هتقدر توصل للدور 100 سهل يعني. نصيحة جميلة والله. وبس، ودي كانت اخر حاجة في النوتس كنت كاتبها. لما جالي كلية طب، يعني كان جالي طب الفيوم الاول وبعدين عملت تقليل اغتراب وحاولت كفر الشيخ هنا. بس ده كان مقتطف بسيط كده من قلب النوتس، يعني حبيت اوريكم النوتس من جوه عامله ازاي واكتب ايه واعمل ايه وكده. فحبيت اشاركها معاكم عشان لو حد ما يعرفش الحاجه ديت لا يعملها فعلا لانها بتفرق. شوف انا هو بعد 3 سنين وبقرا حاسس ان انا بعيش اليوم تاني. فابدا هات نوت، واحكي تجربتك عن نفسك. مش لازم يكون خطك حلو، مش لازم تكون منظم او كده، ده انت بتكتبها لنفسك عامه يعني.